المباراه واللقاءات. ليش ما انتقد انا الاخطاء اللي تصير بالاتحاد؟ لان انا ماخذ منصب، لان اريد استفاد. يعني كابتن انور جسام، كابتن حيدر، المتظاهرات اللي طلعت باعتبار انه ناس خرجت من مناصبها وتحب تعود من خلال بوابه المظاهرات، والبعض كان يستغل الفرصه الملائمه حتى ويا الشارع الرياضي والعاطفه ما الجمهور اني اطلع التظاهر. البعض يقول لك ليش ما انا اطلع بلقاءات وانا مراقب ويعني دائما يعني اباوع الحوارات، ليش ما اجي انا احكي نقاط الضعف عند الاتحاد؟ ليش ما شخصت السابقين؟ ليش هسه البعض وليس الجميع مع احترامي، وانا ابارك بهم على هذا شلون اقول لك المشروع او التظاهر فيه. راح نتناقش بتفاصيل المظاهرات بالجاي. شوف اذا تسمح لي، نعم اذا اسمح لي، انا تعقيبا على ابني تفضل. يقول اني ما انطرح اسمي في كل المنتخبات. شوف، هي المنتخبات هو مو كل واحد يجي يدرب منتخبات، يسموها منتخبات. ليش منتخبات؟ اذا هنا لما تنتخب اللاعب يجب ان تنتخب المدرب كذلك، يجب ان يكون عنده خبره، تجربه، عنده نتائج، عنده بطولات، عنده شهادات، عنده عمر تدريبي. احنا مع الاسف اذا المدرب يريد يعمل بالمنتخب المفروض يكون عنده نادي يعمل به اقل شيء فد 10 سنين حتى ينضج تدريبيا، حتى تناط به مهمه تدريب المنتخبات. هي المنتخبات جميل. اسمح لي يا ابني، هي المنتخبات ليس حقل تجارب لكل من هب ودب. أحسنت. المنتخبات خدمه العراق وسمعه العراق وعلم العراق. احنا يجب ان ما نسلم المنتخبات الى اي شخصيه او اي لاعب كان لاعب مدرب بالمستقبل او لاعب دولي بالماضي. وانت كنت بلجنه المنتخبات؟ انا طلعت من لجنه المنتخبات صار لي اكثر من سنه ونص، لانه خلافات مع الاتحاد حتى لتسميه المدربين. كابتن، مع الاتحاد منظومه كامله ام مع اشخاص؟ يا اخي شوف، انا انت كابتن حسن فرحان. اسمع حبيبي، احنا لما نجي نريد نعينك مدرب احنا ان ثقه بيك، انت مواصفاتك اللي قلت لك انا قبل شويه، مهنة التصنيف الوظيفي شروط ومواصفات لاعب مدرب المنتخب، مو شغله هنا، مو كل واحد يجي يشتغلها، لان انت لما اعينك اني مدرب واطرح اسمك يجب انه اتحمل مسؤوليتك، صح ولا لا؟ كابتن اذا يجب كلام جميل، بس ايد الخلاف حتى الناس تكون دقيقه بكلامك. انا اوصلك للكلام واوصلك للحقيقه. فاحنا لما نجي نسمي مدرب ضمن هذه المواصفات، لان هاي شغله فنيه تخصنا. اكيد. زين؟ فلما نجي نطرح الاسماء، هنالك اسماء. من طرحتوا الاسماء؟ من؟ كم اسم؟ احنا سابقا طرحت اسماء كثيره وسميت، وقسم لن تسمى. اعطيني مثل. انا ما اريد احكي بالاسماء، لا اسمح لي اياد، انا من اتكلم لا ما اسمي اسماء، انا دا احكي على الفكره اللي يتم من خلالها يعني ترشيح المدربين. طبعا انا دا احكي على تصنيف وظيفي. المهمه المدرب المنتخب شنو مواصفاتها؟ المدرب لما يجي يشغلها لهاي المهمه شنو مواصفاته؟ شنو مؤهلاته حتى ممكن ان يشغل هذه المهمه؟ لان هاي المهمه صعبه، مو كل واحد يشغلها، صح ولا لا؟ وعليها كل الشعب العراقي انه يحملك المسؤوليه والنتائج التي تكون من خلالها. فعليه لما نطرح الاسماء تضاف اسماء يقول هؤلاء الاسماء يجب ان تكون من، يعني مثلا احنا نريد نسمي واحد او اثنين. انا اريد مواصفات المدرب من خلالك. بالضبط. المدرب يجب ان يعمل بالنادي. بالنادي، هاي واحد. اقل شيء يعني يعمل بالنادي. جالس البيت. اثنين. طبعا انت تقعد بالبيت وتريد تصير مدرب على اي اساس؟ وترى تريد تدرب منتخب وطني؟ الدوري هو صارت كابتن؟ صارت طبعا موجوده الان. ما مدربين انديه درب له يومين ثلاثه وجا صار مدرب منتخب. هوايه. واكيد هاي مرت على اللجنه الفنيه. انا ما اعرف مرت ما مرت، انا دا احكي لك وانتم دا تشوفون واحنا دا نشوف. هذا المنطق. اثنين. صارت بوقتك بس هدفتين. لا ابدا. لا يعني ماكو مدرب كان قاعد بالبيت واستلم؟ لا مستحيل. اولا ندرس عمره التدريبي، ايش قد صار له يدرب ويا من يشتغل وشنو انجازاته كلها، حتى الشهاده كانت. زين. فلاحظ. ولكن هنالك اسماء مثلا يرغبون ان يطرحوها من ضمن الاسماء، يقول لك انت لا تطرح واحد واثنين، اطرح لنا 3 اسماء 4 اسماء. يابا يعني انت من تطلع 3 و4 معناته المشكله وين؟ هم راح يختارون اللي يريدوه من خلال هاي الاسماء، افتهمت؟ والا هو اني لما اجي اني انت واني وكابتن حيدر
نتفق على اسم معين نطرحه، المفروض يوافقون عليه. لا تطرح اسم واحد، اطرح عده اسماء. جميل. واحنا ناخذ. كابتن حيدر، يعني هسه بعد التحاق نجوم كبار من المحتجين، هل تتوقع سقف المطالب سيزداد وتشتعل الامور من جديد؟ يعني قبل الجواب على هذا السؤال يعني عذرا ستدخل الناس وتنهي اللي قبلها. بس هذا انا من دا اقول ما طرح اسمي، مو انا اريد ادرب. دا اقول لك حتى لا انا كان المفروض استغلها من ما طرح اسمي، وجتني فرصه ما طالب من الاتحاد ولا واصل الاتحاد انا. اروح اطلع ويا التظاهر. انت شلون تدخل الاتحاد اذا ناس تهدد بيك؟ اسمع، كان اطلع ويا التظاهر انا، مو هذا الشغل دا اقول على التشخيص. ومع احترامي كابتن انور، لا اكو مدربين. هم اتصلوا بك اهل المتظاهرين يعني؟ جاني اتصال، جاني اتصال مو من التظاهر، ناس اصدقاء، لا مو من المتظاهرين، ناس اصدقاء. قلت له ما حتصل لي حتى اطلع. المهم استاذ اكو ناس لا بالعكس، هي مو عزيمه ولا اعرف استاذ ولا اعرف فيه. اسمح لي حيدر، انت شخص تقول اني مظلوم وما اخذت حقي، اذا خلاص. لا مو ما اخذت حقي استاذ. كابتن حيدر راح ارجع لك واكمل بعد اتصالاتي في طعن اليوم بهذه الجزئيه. لدينا سبق صحفي يسجل لبرنامج بالمباشر ولقناه الرياضيه العراقيه، وهي تفاصيل كامله عن سعي اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه للتعاقد مع المدرب البرازيلي باكيتا، وبعقد تفاصيله. لدينا كل التفاصيل، وحتى لدينا الكتاب اللي ارسله الشخص الوكيل الرسمي لباكيتا لنا، وبالتالي كل الامور واضحه. لكن ينضم معي بالاتصال الهاتفي وكيل الاعمال مصطفى يسري، العراقي الاصل والوالد في الحله. مساء الخير. استاذ مصطفى تسمعنا؟ الو. اسمعك. استاذ مصطفى، انت بصفتك يعني الوكيل المعتمد من قبل الوكيل الرئيسي اللي هو جنسيه ليبيه سليمان الجعيدي، بالتالي هو سليمان من وكل باكيتا ان يتفاوض مع الجانب العراقي، باعتبار ان انت سليمان الجعيدي هو من يدير شركه سوكر جولد، وطلب منك ان تكون صاحب المفاوضات مع الجانب العراقي. نريد نعرف منك استاذ مصطفى، من الجانب العراقي اللي اتصل بك وتفاوض معك على باكيتا؟ السلام عليكم. اولا تحياتي للاستاذ كابتن حيدر محمود، واستاذ كابتن نور جسام والكابتن حيدر محمود. نعم، حياك الله. تحياتي ليك استاذ زياد. في مفاوضات صار اكثر من اسبوع او 10 ايام من اعضاء الاتحاد العراقي وبعض الشخصيات البارز، شخص بارز من اللجنه الاولمبيه للتفاوض مع باكيتا. كابتن مصطفى، بس حتى اود يعني اعطيك في المعلومه انه احنا نفرد بهذا الخبر، واتمنى انه تعطينا تفاصيل ممله عن هذا التفاوض. الشخص اللي اتصل بك هل هو من اللجنه الاولمبيه تحديدا ام من اتحاد الكره؟ هو شخص مسؤول في اللجنه الاولمبيه يعني اقدر اقول لك الاسم سلمد عبد الله هذا الاسم ام غيره؟ لا، ما اقدر ابيح بالاسماء. نعم. اوكي. لاكمال المفاوضات. نعم. وباكيتا مرحب حتى لو اتاحت لي الفرصه بالتعاقد انه يدرب بالموصل، ماكو اي مشكله بالنسبه له. بجانب ان باكيتا مرحب بكل التفاصيل بين الاتحاد والاولمبيه. نعم. وهو باكيتا مرحب ان هو يدرب منتخب العراق، ده شرف طبعا ليه. استاذ مصطفى بس عذرا، استاذ مصطفى يدرب المنتخب العراقي في بغداد حصرا وتحديدا في اي محافظه دون اي قيد او شرط؟ كابتن مصطفى تسمعني؟ استاذ اياد، باكيتا قال لك لو بالموصل ادرب، مو ببغداد بس. بالموصل. بالموصل. لو جميل. بالموصل نفسها درب، ماكو مشكله بالنسبه ان شاء الله. الموصل محرره ان شاء الله. ان شاء الله. وراح يكون مقيم دائما في العراق، ما راح يسافر نهائيا. هو والكادر التدريبي اللي راح يكونوا وياه. زين كابتن مصطفى، تفضل يا استاذ زياد. تفاصيل عقد. احنا عندنا مبلغ من 450,000 دولار الى 600,000 دولار، هل هذا هو السقف الاعلى لباكيتا ام هذا المبلغ هو قابل للتفاوض؟
باكيتا عنده مرونه في التعامل، بجانب ان احنا كوكلاء لباكيتا بنحاول نضغط عليه ان احنا ننزل كمان العقد في التعاقد. بجانب ان هو الراجل كمان في عنده نيه ان هو يطلع جزء من المرتب لدعم بعض الاسر وضحايا اللي نتج عن بعض المشاكل او الازمات اللي حصلت في الفتره السابقه في العراق. حياك الله. بس فاحنا كمان بنحاول ان احنا انجاح الاتحاد وانجاح المنتخب العراقي، وانه يرجع حبته تاني ان هو يبقى بطل اسيا تاني. نعم. لكن كابتن مصطفى، كل هذه الامور هي متعلقه باستقاله الكابتن راضي شنيشل. في حال بقاء الكابتن راضي شنيشل لدينا يعني اخبار انه الكابتن راضي شنيشل يعني رفض الاستقاله، بالتالي هل ستستمر المفاوضات ام تنتهي بقرار الكابتن بالبقاء في اعلى هرس الهرم التدريبي؟ استاذ زياد، انا كراجل مفوض ووكيل باكيتا ماليش اي علاقه ببقاء كابتن راضي. والكابتن راضي طبعا مدرب كبير واسم كويس وعن خلق، بس احنا كمسؤولين عن الراجل ووكلاء لباكيتا علاقتنا بالاتحاد والاولمبيه بقى كابتن راضي، ستبقى الاتصالات مفيش مشكله. رحل الكابتن راضي ده قرار الاتحاد والاولمبيه ملناش اي علاقه بيه. احنا مستمرين في مفاوضاتنا لحد لما الجانب العراقي واللجنه الاولمبيه والاتحاد يقولوا لنا احنا خلاص ابقينا بشكل رسمي على الكابتن راضي ويقفلوا خط الاتصال. وحتى لو قفلوا خط الاتصال هنكون برضه على تواصل. جميل. زين كابتن مصطفى، الخطه باكيتا انه خلق منتخب متجانس ما بين الخبره والشباب ويعد لمده 3 سنوات قادمه من ضمن صيغه العقد، ام اعتماد على العنصر الشبابي فقط؟ استاذ زياد، خطه باكيتا ان هو طبعا في فكره احنا بدانا نجمع له مين اللي ممكن يستفاد منهم كخبراء. في بعض الامثال مطروحه زي كابتن انور جسام، بعض الاسماء الدوليه انها تبقى موجوده طبعا برضه، بجانب ان هو الراجل عايز يخلق جيل بالمدربين الشباب يكتسبوا منه الخبره برضه. الخطه بالنسبه للاستراتيجيه لل3 سنين ان هو ما ينفعش ان انا اجي اخلص على جيل كامل او انهي اللعيبه الكبار. الراجل حاطط في باله في بعض الاسماء من الاسماء الكبيره هيدعم بيها، بجانب ان انا عندي منتخب اولمبي من احسن المنتخبات في اسيا، عندي منتخب الشباب والناشئين لازم استفيد بيهم علشان يبقى في جيل بيسلم جيل. ما اوصلش لمرحله ان انا ابقى بدور ان انا بعد ما جيلي ينتهي ادور ان انا ابقى فيه اخفاق وارجع تاني من نقطه الصفر. الراجل بيدور لخطه استراتيجيه على المدى البعيد. اتصال هاتفي، والاجمل في الموضوع انه هناك مدرب بمستوى بمكانه باكيتا يقول بانه يدرب العراق حتى لو كان في الموصل، والموصل هي ان شاء الله عائده الى احضان الوطن. شئنا بين ايام قليله وتزف البشاره في كل ارجاء الموصل حبيبه. الكابتن مصطفى يسري، يعني شكرا لك، وان شاء الله من يتم توقيع العقد من خلال هذا البرنامج، يعني كنا اول الناس اللي تحدثنا معاكم بهذا العقد وتعطينا التفاصيل الخبر الحصري بتوقيع العقد ان شاء الله. انا اشكرك استاذ مصطفى يسري، الوكيل المعتمد من قبل الوكيل الرئيسي سليمان الجعيدي وهو الجنسيه الليبيه صاحب شركه سوكر جولد. شكرا لك. طبعا قبل ما ايضا ننتقل للضيوف، اشكر الزميل حسين الشمري ادمن الصفحه، والزميل طلال العامري اللي هذا السبق الصحفي اللي يحسب في قناه الرياضيه ولبرنامج المباشر. كابتن حيدر، تعقيبك على ما جاء بحديثه، وحتى اشوف الكابتن انور جسام شو يحب ينور. يعني انا سمعت الخبر يمكن قبل يوم على باكيتا، واسعدني بصراحه، لان انا قريب كنت يعني متابع من كان في الاتحاد السعودي.
يعني اتمنى ان احنا لاعب مدرب محترف، مدرب اجنبي وليس اجنبي ولكن محترف ان يقود الكره العراقيه، لكن ضمن الضوابط خبر واليوم صار اليوم الاعلان الرسمي له. يعني اتمنى يكون هذا قلت لك، وضمن الضوابط اللي انت تحدثت وسالت بان يكون متواجد مع العراق قريب على الدوري العراقي، وليس يتحكم باللاعبين ويقودهم مساعد من الدوري العراقي وهو خارج القطر وبعيدين. لازم يكون قريب على اللاعبين، يعرف الادوات اللي يحتاجها، يتابع مبارياتهم، لغه التواصل مع المدربين المحليين، حتى اذا فعلا احنا نريد نبني فريق للمنتخب الوطني او المنتخب الاولمبي انه يبني اتمنى يعني تكون اذا هذا صحيح يحسب له. استاذ انور، من خلال حديث الكابتن مصطفى يسري المفاوض مع الجانب العراقي، شفتك انه غالب كلام الكابتن مصطفى يسري كنت انت راضي على الحديث الايجابي. طبعا لان هذا شوف هذا نابع من احاسيس ومشاعر هذا المدرب ومعاناة الشعب العراقي بهذه الفترة. عندك معرفة مسبقة. وأنا أعرفه لما كان في السعودية ولما كان في قطر ولما اشتغل دوري مع الهلال طبعا وعندي معلومات عنه أكثر كذلك. هذا مدرب من المدربين الجيدين اللي له باع طويل في الساحة العربية وبالدول المجاورة للعراق. اثنين، هذا مدرب إنساني، يعني شفته يقول أنا حتى لو بالموصل أشتغل. اثنين، يقول أنا حتى قسم من رواتبي أتبرع به إلى النازحين وإلى المهجرين. هذا مدرب الآن يعني من الصعوبة تلقيه هيك مدربين وبهذا الوقت بالذات. إذا هذا حتى المبلغ يعني وحتى المبلغ مو كبير بالضبط ب 450 وممكن يشتغل ممكن يشتغل درب بقطر أكثر من هذا، أندية درب أكثر من هذا العقد فعلا، ومثل المدرب باقي المدربين رايح جاي. فأرجو أنه نستثمر هذا المدرب ونستغله أن يدربنا ويدرب منتخباتنا. وشوف هو من الآن من خلال هذا الكلام اللي سمعته أنه هو منفتح على المدربين ومنفتح على اللاعبين ويريد يستعين بجيل قديم وجيل جديد ويبني منتخب جديد. يعني هذا هيك إنسان إذا عنده خبرة وعنده تجربة وعنده نضوج، فهذا هيك مدربين إحنا يفيدونا، خصوصا لما يكونون مجاورين وعنده خبرة عن الكرة العراقية وعن اللاعب العراقي. فإذا أرجو أن يستثمر هذا المدرب بكل الجهود المثمرة اللي فعلا تريد تخدم الكرة العراقية واللي تريد تخدم العراق بصراحة. جميل. كابتن حيدر، هناك اخبار انه المحتجين لما زعلوا على كثير من النجوم تركوهم وحدهم بالتظاهرات بالمرة الأولى ويعولون على الكثير في التظاهرات اللي ستحدث يوم غد. بالتالي تتوقع أنه ستكون هناك توافد نجوم كثيرين مع الأعداد اللي شاهدناها في التظاهرة الأولى؟ اكيد هو من حقهم يزعلون، يقول لك لان احنا ساكتين وسمعونا كثير يعني حتى من التقي انتم ليش ساكتين ليش بعيدين؟ ما بدنا احنا عصا سحريه، صعب انت اطلع تظاهر اني شنو الحل اذا ما اني اهيئ فالساحه من البديل او اكسب اصوات الهيئه العامه، اتحدث وياهم اني هل انتم قابلين راضين على هذا الدا يصير والاخفاقات الدا يصير انتم يلا بهذاك الوقت اقدر اني اتظاهر. اني من الصعب يعني مع اعتزازي كابتن انور كل اللي طلعوا. كابتن حيدر، هاي ايضا صور حصريه اليوم لاجتماع اتحاد الكره مع اللجنه صباحا الوطنيه العراقيه، هذا ظهرا وهسه اجتماعهم بالسبعه مساء. هم من العصر مجتمع لحد الان. الاجتماع الثاني بالسبعه بدا. اعرف يعني عندي معلومه. الاجتماع ايضا صور حصري للبرنامج التفاوضات. شوف عيني استاذ اياد، احنا شبعانين من الاجتماعات. احنا نريد حلول. احنا نريد حل يخدم اللعبه ويخدم البلد. احنا اجتماع هوايه توصيات كثيره مقترحات، ولكن التنفيذ اين التنفيذ؟ الان تعرف اكو ضغط جماهيري، اكو ضغط متظاهرين. حل اللجان كلها. شوف انا اقول لك اولا اقاله المدرب او استقالته. زين. حل اللجان الفنيه، تشكيل لجان من خارج اسوار الاتحاد. ترك وبعدين الاشراف يكون من خلال لجنة. وجود وجود اللاعبين القدماء الدوليين على المنتخبات. هذا الموجود. اعضاء الاتحاد ما يكونون رؤساء على هذه اللجان. شوف هذه كلها نقدر نعتبرها حلول بالطريق الصحيح. استقالة الاتحاد. شوف احنا ما نقدر نقيل الاتحاد. اكيد ما نقدر. ما نقدر. بس الهيئة العامة هي اللي صاحبة القرار. بالضبط. لا اني ولا انت ولا حتى المتظاهرين نقدر نقيد الاتحاد. الاتحاد اجى من خلال انتخابات ومن خلال هيئة عامة. هو انا هذا بدي احكي عليه. الهيئة العامة. بس كابتن بالمقابل المحتجين لحد هاي اللحظة
مطالباتهم وانت واحد من عندهم محسوب عليهم. نعم. انه المطلب الرئيسي لكم انه الاستقاله. شوف انت احنا نطالب بالاستقاله. احنا نطالب بالاستقاله من خلال تحرك المتظاهرين على الهيئه العامه في سبيل اقناعها لحضور اجتماع استثنائي للاتحاد، في سبيل ان يطرحون عليه هذه المقترحات، وفي سبيل انه إذا هم كانوا غير مقتنعين بعمل الاتحاد بالفترة الأخيرة والنتائج التي ترتب عليها أن العراق أصبح بالمرتبة 122 وهذه نتائج يعني مخيبة للآمال، يعني هنالك إذا أكو هذا الشعور ممكن أن يكون حل من خلال الهيئة العامة. ولكن أنا أقولها بأمانة، يعني هذا السقف أو هذا المطلب مو من السهولة يتحقق. ليش؟ لأن أنت ما تقدر تجيب ثلثين الهيئة العامة أن يوافقوا لك على سحب الثقة من الاتحاد وإقالة الاتحاد. هاي شيء صعب جدا جدا وما يسوي. كابتن باسل طبعا لا حتى بعد ما تحققت بعض الأمور. احنا شوف احنا لحد الآن ما لمسنا شيء. هذا كلام أنت دا تقوله من خلال الكلام هسه اللي دا يوصل. ولكن هل مع المدرب البرازيلي شنو اللي لا انت عوف المدرب حتى يجوز ما يصير، حتى المدرب البرازيلي ما يصير. هاي يمكن هنالك شلون نقول يمتصون غضب الشارع، يمكن امتصاص لهذه المظاهرات، يمكن كل شيء ممكن يصير. يعني او نقول شلون نقول عليه يعني تسويف للمظاهرات في سبيل ان من خلالك هسه وصلتنا معلومه انه المدرب باكر تم اتصل بمصطفى يسري ويطالب بنسخ الحلقه حتى يشاهده. زين. ويترجم له مصطفى يسري ويتابع الحلقه. اهلا وسهلا اهلا بي. يسمع حديثك وحديث الكابتن اللاعب. بالضبط. فاحنا شنو مرشح تكون مستشار خلي ببالك. شوف اني مرشح المستشار قبل ان اطلع مظاهرات، ورفضت ان اشتغل مستشار. بس مع باكيته. مع باكيته. هاي واحد، اذا مع باكيته هاي بحث اخر. تقبل. بعد ان تضع النقاط على الحروف ونعرف يعني هل انه المتظاهرين وافقين على هذه الامور اللي صارت وهذه الحلول اللي دارت، هل انه فعلا هذه الحلول صحيحه راح تصير بالمستقبل، هل هذه الحلول راح تخدم الكره العراقيه؟ احنا لحد الان كلام، ولكن هل هذا الكلام يحقق بالمستقبل؟ هل انه هنالك فعلا هذه القرارات اللي اتخذت ممكن ان تخدم الكره العراقيه وتخدم المتظاهرين؟ في ذاك الوقت راح نشوفها بكره وبعد بكره ان شاء الله. انا مخلي الاخوه يجهزوا لي الاستطلاع مال الندوه الكبيره اللي اقامها اتحاد الكره يوم امس ويوم الاحد، وبالتالي خلينا نشاهد الاستطلاع ويجيب على هذا الاستطلاع الزميل الكابتن حيدر محمود. خلينا نشاهد الاستطلاع. دعوة من الإخوان بالمكتب الإعلامي، وبالتالي كان هناك حضور رائع وجميل جدا من النخب والكفاءات العلمية والمدربين، وبالتالي كانت حلقة نقاشية أنا أعتقد مثمرة جدا. نتمنى دائما أن تتواجد هكذا يعني صالونات للحوار، هكذا ندوات. هذا العنوان قد يكون عنوان جيد وعنوان علمي وعنوان ممكن أن يطرح في وقت غير هذا الوقت، على اعتبار نحن الآن بحاجة إلى حلول آنية لما تمر به الكرة العراقية من إخفاقات. هذا الموضوع بحاجة إلى تشخيص الأخطاء وتقديم الحلول وتقديمها للاتحاد، والمنظومة الكروية تعتبر مراقب لعمل الاتحاد وللحلول اللي وضعتها. احنا الآن هذا الخطأ كيف نعالجه؟ كيف نوصل إلى موطن الخلل ونصل إلى الحلول؟ إنه النتيجة دائما هي تأتي وراها مسببات، أنت عليك أن تبحث بهذه المسببات وصولا إلى النتيجة الأخيرة. ما حدث للمنتخب الوطني أو لكرتنا العراقية بشكل عام أكو مواطن خلل. أتمنى تكون وقفة، بس وقفة شنو؟ وقفة إيجابية مو وقفة سلبية. أكو البعض يعني استغل الوقفة السلبية للمنتخب الوطني. بالنسبة لي كلاعب من اختصاصي أشوف أنه المفروض الاستقرار فنيا. شاهدنا الاستطلاع وبالتالي تغيرت النظرة 180 درجة، وتعتقد أنه هاي الندوة اللي قام اتحاد الكرة لولا التظاهرات اللي خرجت ما كان عمل هاي الندوة؟ كابتن يحرك براسه يقول لا. صحيح. يعني استاذ اياد يعني اتصلوا لي
ورفضتها. ليش رفضتها؟ على كلامك هاي ندوه غير؟ اي لين طلعت التظاهرات انا اسوي الندوه. يا احترامي للكباتن اللي طلعوا. انت لا طلعت ويا المتظاهرين ولا قعدت بالندوه؟ مو قلت لك صعب خليه قاعد ببيتهم. هسه تريد شنو؟ قاعد ببيت استاذ حياه على المتظاهرين. انا من اطلع تظاهره واسمي وبارس كابتن انور او كابتن حيدر او كابتن اي شخص، جميل. من اطلع انا واقول الاستقاله، وصعب هذا الموضوع صعب، بس اقول اني للاصلاحات انا باكر عقب انه راح يصير هذا الشيء راح افشل قدام الجماهير اللي طالعه دعمتني للاصلاحات. انا مع الاصلاحات وعلى الاتحاد اقول عليه اذا يريد الاتحاد فعلا للمصلحه العامه وليس الشخصيه وترك الخلافات. قلنا احنا حل اللجان جميعها، كذلك استقاله اعضاء الاتحاد بالمناصب الهيئه الاداريه في انديتهم. يا اخي هو رئيس نادي، هو عضو اتحاد، هو رئيس لجنه، ما راح يخدم اللجنه، يخدم الاتحاد، يخدم النادي، عليهم الاستقاله. هذا ما معمول في الاتحادات القاريه والاوروبيه والاسيويه كلها يا استاذ. اللجان احنا ما شفنا شيء ملموس يضاهي قلت لك الاتحادات القاريه والاسيويه. اللجان بين اللي نشوفه احنا تخدم الواقع الرياضي للاسف. اذا اراد فعلا قلت لك اتمنى هذا الاجتماع يكون مثمر مال تغيير صعب. احنا بهذه الفتره وعندنا المباريات بعد شهرين. اتمنى تكون هناك اصلاحات صدق شامله وجذريه باللجان الفنيه. كذلك المصالحه هي ماكو زعل، بس اكو كفاءات عندنا خارجيه. ويعرف كابتن انور كفاءات عندنا تدريبيه وكفاءات علميه. لما مستقال من اللجان هذول قاعد تحكي؟ لا ما حد استدعاهم. اكو عندنا خارج العراق دي يخدمون بدول بعيده. اكو عندنا هنا عندنا كفاءات واكاديمي، لكن ما شفنا شيء ملموس. ظلوا على عقليات القديم من كان الكره او اللاعبين هواة وليس احتراف. الان احنا في احتراف يا اخي. يعني هل معقوله اني في كل ساعه في تطور؟ هل معقوله اني اكو مدربين ما دربوا واكو مدربين حتى شادوا ما عندهم اجي اخليهم اني في المنتخبات العمريه سابقا كان كابتن انور مدرب منتخب اولمبي كان على الوطني اجى اداره منتخب اولمبي اني وخرج اجيال. عامر جميل على الناشئين، واثق ناجي على الناس. الله يرحمه. الله يرحمه. كابتن مش عندنا زحمه مدربين؟ مو عندنا زحمه، عندنا مدربين شوف حتى تحترم كابتن انور مدربين كبار، مدربين لهم اسماء. كابتن داود العزاوي هم اللي دربوا الفئات العمريه. يعني داود العزاوي رجل هذا خرج أجيال. ضحى في عمره وتاريخه وربانا اجيال من المدارس الى منتخبات الشباب والناشئين. يا اخي احنا لازم نستثمر شبابنا وابائنا واخواننا اللي خدمت واللي تعبت. الى متى؟ يعني هذول هم اللي بنوا. نحسب كابتن مدربين بالالاف، وكل مدرب يعتزل لا راسه الف سيف انه لازم يدرب لا ابني لا ابني لا ابني لا هذا مو حكي. احنا قلت لك المنتخب مو اي مدرب يدرب منتخب ابني. مدرب النادي غير مدرب المنتخب. حتى مو منتخب، هسه حتى اللاعبين الدوليين كابتن حيدر حتى بعد ما يعتزل راسه اف سي لازم يدرب. اسمح لي حبيبي، لا مو احنا شنو العيب ما يدرب تدرج. العيب استاذ وين؟ العيب احنا بالنظام. احنا لما يكون عندنا نظام وتدرج ليش حشينا وتصنيف وظيفي. زين كابتن انور الان حصري من خلال البرنامج. الان وصلنا الخبر الحصري، الاتحاد العراقي يقرر باجتماعه اقاله الكابتن راضي شنيشي من تدريب المنتخب الوطني العراقي ما تبقى من مشوار التصفيات الباقيه واللي خرجنا منها باوسع ابوابها. وبالتالي الكابتن راضي شنيشي هو كبش فداء، واللي تحدثنا وقلنا انه راح يكون المدرب كبش فداء والاتحاد يطلع منها سالم. كابتن حيدر هذا ما كنا متوقعين. ليس الخطا في كابتن راضي. انا حكيتها بحلقه سابقه بدايه المنتخب الاولمبي في الاعداد دائما يطيحون بالراس هو المدرب. مو هي النتائج ابني. هو لو نتائجه زينه ما حد يطلع. بس بكابتن راضي اسمع احنا خلينا نكون واقعيين. لا انت ولا اني ولا الجمهور ولا الاعلام يقبل نتائج المنتخب تكون سيئه. أكيد صح لا لا؟ اكيد فعلا. اي مدرب ابني اي مدرب نجاحه بنجاح الفريق اللي يدربه حتى على مستوى انديه. يعني هسه انت اي نادي لما يدربه مدرب نتائجه مو زينه يقيدوه يجيبون غيره. صح لا لا؟ جميل. النتائج هي اللي تبقي المدرب والنتائج هي اللي يطلع المدرب برا. خلينا نشاهد تعليقات الفيس اللي يتواصل معنا في كل حلقاتنا بالصوت والصوره وماذا تحدثوا عن التظاهرات وما جدوى من هذه التظاهرات. حسب رأيي كمتابع لكرتنا العراقية أعتقد المظاهرات ممكن تحل جزء، لكن جزء بسيط. الجزء الأكبر اللي نحتاجه حسب رأيي نحتاج خبراء حتى يعيدون بناء الكرة العراقية.
ونحتاج إمكانيات مادية حتى نقدر نجيب مدربين، نوفر معسكرات، مدربين يليقون باسم الكرة العراقية، مو أي مدرب. شكرا. اسمي سام الحربي من ولاية ناشفيل، أمريكا. تظاهر حق مشروع كفله الدستور العراقي، ومن حق الجماهير أن تتظاهر، لكن الحل ليس في المظاهرات، وإنما الحل بيد الهيئة العامة، لأنها هي القادرة على إقالة الاتحاد. فالمظاهرات لا تقدم ولا تؤخر برأي المتواضع. طبعا هذه المظاهرات ما تأثر شيء أبدا، يعني هي استقالة الاتحاد ورئيس الاتحاد بيد الهيئة العامة. بس أنا أفضل أن الاتحاد العراقي أنه هو يستقيل أفضل له، لأن هو ما جاي يقدر يدير الاتحاد العراقي، يعني لأنه ما يقدر ينظم لعبة ودية، ما يقدر يجيب مدرب أجنبي، يعني حسب حكيهم إنهم ما عندهم ميزانية أو تقشف. فأنا أفضل أن هم يعني يستقيلون أفضل لهم، لأن الكرة العراقية أصبحت إلى الهاوية، مركزنا أصبح 119، يعني حتى الهند عبرتنا، صرنا 15 إلى آسيا، والهند مركزها 101. أعتقد المظاهرات لا تستطيع إقالة الاتحاد، يجب على جميع الأطراف الجلوس على طاولة الحوار الصريحة للتفاهم وإنقاذ وإصلاحات اللي تخدم الكرة العراقية، وخاصة احنا مقبلين على رفع الحظر إن شاء الله على طه البرازيل. تعليقات. والآن استفتاء اللي أجرته يعني أجرى برنامج بالمباشر، وبالتالي الأصوات كانت 412 401 مع استقالة الجماعية لاتحاد الكرة، فقط 11 صوت قالوا لا لاستقالة جماعية لاتحاد الكرة. وهذا استفتاء على موقع رسمي، وبالتالي هو صوت الجماهير اللي أدلت وصوتت ب 412 صوت، 401 للإقالة الجماعية و11 واحد كانت مع ضد الإقالة الجماعية، من مجموع 412. هذا هو التصويت، وهي تصويت الجماهير، ليس لنا تعاطف الجماهير. كابتن حيدر، تعتقد اليوم الاتحاد العراقي اتخذ موقف شجاع بهذه الإقالة، وأيضا دعم من الأولمبية لهذه القرارات، وأيضا اتخذ سلسلة من القرارات بهذا الاجتماع؟ هو شو ما اعرف بدايه اقاله ولا استقاله، يعني المفروض انا يعني اذا اريد افكر بالشارع الرياضي وافكر بالواقع او الاخفاقات اللي صارت مال كاس العالم لا بعد المباراه الاخيره، وليس انت راح يدفع 300 مليون. وهذا ضغط الشارع، والشرط الجزائي، ضغط الشارع والتظاهر اللي جبر اليوم الاتحاد يجتمعون، وخصوصا غدا تظاهره. فقط انا اعتقد انا ما احمل مسؤوليه كابتن راضي، المستوى الفني اعوفه هسه، انا احكي عن الامور الاداريه كلها تتحملها الاتحاد، يتحمل وزاره الشباب، تتحمل اللجنه، الحكومه اللي ما وفرت مبالغ كافيه لاستقطاب مدرب اجنبي، كذلك حتى اللجان المعموله بالاتحاد ما دعمت، مدربين الانديه اللي ما ينطون لاعبين، تاجيل مباريات في سبيل، هاي كلها ترى مؤثره. انا ما احمل الكابتن راضي، حمل ايضا الاتحاد، لكن الاتحاد اليوم خلص من المشكله السبب في راضي لا. اذا فعلا استقال الكابتن راضي هناك اصلاحات، عوده كفاءات استقطاب كابتن انور جسام، كابتن عامر جميل، كابتن سلمان، هذول كفاءات يا اخي. كابتن انور بدقيقتين. ابني بعد هذه القرارات، ابني يا قرارات، هو قرار واحد انت سربت لنا انه احنا متوقعين انه راح يكون راضي شنيجل كبش الفداء، بس انا حل اللجان راح يحلوها، والاتحاد لا اعضاء الاتحاد يطلعون من عندها قرار هذا يعني له بعد جميع اللجان. ابني اياد حلها بس اعضاء الاتحاد راح يكونون رؤساء اللجان. لا لن يكونوا على راسنا. انا اسالك انت من ضمن هذه القرارات. لا شوف راح تكون احنا باوع، احنا بكره هي مظاهرات اكو موجوده، الان هاي احنا كلامك وماكو شيء على ورق للبرنامج على راسي، بس انت راضي شنيشل اقالوا، بس راضي شنيشل اقالوا، ولكن القرارات الاخرى حل جميع اللجان. اي زين، اعضاء الاتحاد بها اللجان رؤساها يكونون لا يطلعون خارج، وبعد الاشراف على المنتخبات الوطنيه، حتى الاشراف، حتى الامتناع عن الاشراف على المنتخبات الوطنيه. زين دزولك اياها بكتاب رسمي. انا شوف حكي بعدهم لحد الان مستمعين، يعني انت لحد هذه اللحظه تريد كتاب على ورق. طبعا انا ما بالكلام
كلام انا ما اخذ كلام، احنا نريد شيء رسمي ويطلع بالاعلام. طيب وصلتي من الاتحاد خلاص. على راسي على راسي انا بالعكس هذا فد شيء مفرح. او لولا المظاهرات ولولا هذا الضغط الجماهيري ما كان هذا التحرك يصير، ولا كان هذا الضغط، ولا كانت هذه الحلول. اذا هل هذه الحلول هي في مصلحه الكره العراقيه؟ في مصلحه اتحاد كره القدم؟ في مصلحه المنتخب والعراق؟ هذا احنا اللي احنا نبحث عنه ونريد ان يكون. اذا شفت اذا على ورق طبعا تطلع هم وياهم؟ اطلع ان شاء الله. طبعا لان انا ما امثل متظاهرين، انا امثل نفسي وعلى القرار. المتظاهرين هذا صوت الشارع طبعا، هذا هو صحيح غضب ولا الشارع. طبعا هذا غضب الشارع. انا زين يجوز اني اقبل، يجوز المتظاهرين ما يقبلون. حتى اكو ناس بالاتحاد، حتى ناس بالاتحاد مباركه هاي التظاهرات، صح ولا مو صح؟ شوف اكو اعضاء بالاتحاد معانا ونبضهم معانا واحاسيسهم معانا، امانه نتكلم بها، وهم عندهم شعور بالمسؤوليه، هم وطنيون يريدون يغيرون. فهنالك يعني هي المظاهره حق مشروع، لولا المظاهرات ما كان هذا الاجتماع. جميل. ما كان الكابتن رعد حمودي انه يضغط بشكل مباشر عليهم. تجاوزنا الوقت، عندي دقيقه بس لك كابتن حيدر. انت شوف للاسف يعني هي هسه هاي الاصلاحات اجت بعد التظاهر والاخفاقات وضغط الشارع، بينما هي كانت اكو الاصلاحات يمكن قبل كم شهر، يمكن اكثر من 15 نقطه صار خلاف بين كابتن شرار وبعض الاتحاد واستقال كابتن شرار. هاي الاصلاحات كانت موجوده. حتى تسمح لي كابتن شرار قدم توصيات ومقترحات هي من ضمنها ووافقوا عليها وهي من ضمنها، بس ما نفذوا استاذ، ما تنفذت، بس ما تنفذت. صحيح. هسه شوف على واد اسمع هذا الخبر، تاخير اللجان، الحراك الرياضي الشعبي اللي خرج مع الايام المضت كان الى يد الطاوله في هذه القرارات، ولولا المضاهات هذه لما كانت هناك قرارات من قبل اتحاد الكره. نحب نذكر باخبارنا الحصريه اللي كانت قبل قليل، اتصالنا بمصطفى يسري الوكيل المعتمد من قبل باكيتا حول تدريب المنتخب العراقي من قبل باكيتا، وايضا اعطانا حصر بان مدرب باكيتا مستعد لتدريب منتخب العراق حتى لو في الموصل، والعقد مالته من 450,000 دولار 600,000 دولار قابل للتفاوض. وبالتالي باكيتا صاحب الانجازات 5 دوري مع الهلال والغرافه، وبطل كاس العالم للشباب البرازيل. وايضا الحصريه الثانيه لقناه الرياضيه ولبرنامج بالمباشر هي قاده الكابتن راضي شنيشل واتخاذ اتحاد الكره مع اللجنه الاولمبيه جمله من قرارات، منها حل جميع اللجان وعدم اشراف اعضاء الاتحاد على هذه اللجان وعلى المنتخبات الوطنيه، واعتماد على الخبرات الوطنيه والرياضيه. شكرا كابتن نور جسام اللاعب الدولي والمدرب الدولي السابق والخبير الكروي. شكرا لك. شكرا اشكرك. اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي كابتن حيدر، نورتنا. شكرا لك سعدات. نورتونا. شكرا موصول لكادرنا الجميل ولمعد البرنامج طلال العامر ولادمن الصفحه حسين شمري ولجميع الكادر. تقبل تحياتي وتحيات المخرج احمد الصرف. نلتقيكم ان شاء الله يوم الخميس وحلقه جديده من برنامج بالمباشر. الى اللقاء.